السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا الخبر العاجل. المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دعما لنا وليصلكم دائما كل جديد. فقد شهدت أجواء ما بعد مباراة الكلاسيكو بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي حالة من الفوضى العارمة، حيث خرجت بعض الجماهير عن السيطرة مباشرة بعد صافرة النهاية، وتحولت محيطات الملعب وعدة أحياء مجاورة إلى مسرح لأعمال الشغب، في مشاهد أثارت قلق السكان والمتابعين على حد سواء. وأفادت مصادر محلية أن عددا من السيارات الخاصة تعرضت للتخريب إلى جانب إلحاق أضرار بممتلكات عامة، من بينها أعمدة إنارة ومحطات حافلات، كما سجلت حالات رشق بالحجارة وتبادل للعنف بين مجموعات من المشجعين، ما استدعى تدخل القوات الأمنية بشكل عاجل لاحتواء الوضع. من جانبها عملت السلطات على تطويق بؤر التوتر وتفريق المتجمهرين باستخدام وسائل مختلفة في محاولة لإعادة الهدوء إلى المنطقة، كما تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين في أعمال التخريب. وتجددت الدعوات من فعاليات رياضية وجمعوية إلى ضرورة تعزيز ثقافة التشجيع الحضري داخل الملاعب، والعمل على الحد من مظاهر الشغب التي تسيء لصورة الكرة الوطنية وتهدد سلامة المواطنين. شكرا على حسن المتابعة.